قال انه لا يرضى عالم شيعي بالترضي على هو هكذا. هذا عالم شيعي لهذه كاشف الغطاء. انت ابن النجف. نعم. وتعرفه عالما كبيرا. نعم. نعم. ركز معنا سيبوا شوي، ركز معنا. يقول نقلا عن الإمام، ثم يقول: فبايعت أبا بكر عند ذلك ونهضت معه في تلك الأحداث، يعني أحداث الردة. أيوة. حتى زهق الباطل وكانت كلمة الله هي العليا وإن رغم الكافرون. يعلق هنا كاشف الغطاء فيقول: في هذا يبين الإمام عليه السلام أن سبب رضاه ببيعة أبي بكر يرجع إلى ارتداد العرب واضطرار أبي بكر رضي الله عنه لحربهم، وهو أشرف ما يعمله إنسان. هذا عالم شيعي ذكر في الحاشية أبي بكر رضي الله عنه. والله مكتوبة صح. خليه يشوف دكتور سعد اذكر مرة في الحاشية تعليق المحقق. دلوقتي هو من يمثل الشيعة؟ هل هو الشيخ علي الكوراني اللي قال للأخ سعد ورد عليه الآن فورا ولم يتحمل حتى انتهت الحلقة وعنده حق يعني وهذا رأيه؟ أم إذا حضرتك أنت نحن الآن أنا بتجيني رسائل من العراق، في ناس يقولوا الخط اللي يقول السيد الأمين هو الخط اللي احنا منتظرينه من زمان. فيه مثقفين هنا يجوا في البرامج السياسية يقولوا نحن لا نصدق الكلام المنشور في مركز الأبحاث العقائدية، لا يعبر عنا، لا نقبله. بس أنا أقول لهم لكن هو المرجع الأشهر. احنا سمعنا رأي الشيخ الوائل اللي ممكن نقراه. فأقول من الملتزم بهدي أهل البيت؟ احنا في هالموضوع نحن نبحث الآن ما هو هدي أهل البيت؟ هل هو متعارض مع الصحابة؟ محله في تاريخ الإسلام؟ من يمثله؟ أين مصادره الصحيحة؟ المذهب يعبر عنه الإمام زين العابدين وليس الشيخ علي الكوراني ولا علي الأمين. هو ما نقرأه نحن في الصحيفة السجادية التي يقرأها الشيعة في أيام شهر رمضان وفي غيره والأدعية والزيارات، عندما صرح الإمام زين العابدين وصرح الإمام زيد بأنني ما سمعت عن آبائي منهما إلا خيرا رحمهم الله وغفر لهما. إذن هذا هو الذي يمثل المذهب وليس رأي علي الأمين ولا الشيخ علي الكوراني مع حفظ الألقاب ولا الدكتور سعد. هذه هي النصوص التي تمثل رؤية أئمة أهل البيت في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا جاء إذن شيخ ولا داعية ولا شخص وقال أنا من مدرسة أهل البيت وأنا أطعن في هؤلاء الناس وأؤكد أنهم مخلدون في النار وحرم الترضي عليهم، وهو يدعي التشيع ويدعي الدفاع عن التشيع، ماذا نقول له إذا؟ نقول له إن قولك مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله وللمأثور عن أهل البيت. هذه الروايات التي قرأناها والمأثورة عن أهل البيت تنفي مثل هذه الآراء والأفكار والأحكام. يصلي اللهم صل على أتباع الرسل والأنبياء، ثم يقول اللهم وأصحاب محمد خاصة صل عليهم الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته. سيقول لك الشيعة هذه الأوصاف التي تتوفر فيهم هذه الأوصاف، يعني رأي المخالف سيقول تتوفر فيهم هذه الأوصاف. فلا تنسى لهم اللهم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك. كلهم تركوا المهاجرين، ما تركوا أهلهم، تركوا لله وهاجروا مع رسول الله. فلا تنسى لهم اللهم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من عم بيقولوا اللهم وأصحاب محمد كلهم، يعني عم بيقولوا مش خاصين، وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا عليك وكانوا مع رسولك دعاة لك وإليك واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم. وكلهم هجروا ديار قومهم، تركوا عشائرهم وديارهم وتحملوا الأذى والمصاعب وتبعوا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه موجودة. مطلوب منهم أن يتبعوا الإمام زين العابدين، لا أن يتبعوا لا علي الأمين ولا الشيخ فلان والشيخ فلان. أئمتنا هكذا علمونا وهكذا أرادوا منا، وعلينا أن نرجع إليهم وأن نعيد النصوص الأخرى المخالفة وغيرها إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا القدر مشاهدينا.